الجنة بالنسبة لي ليست مجرد حقيقة قادمة فقط، إنها المواعيد التي تم تأجيلها رغما عني، والأماكن التي لا تستطيع الأرض منحي إياها. إنها الحب الذي بخلت به الدنيا عني، والفرح الذي لا تتسع له الأرض. إنها الوجوه التي أشتاقها، والوجوه التي حرمت منها. إنها نهايات الحدود وبدايات إشراقات الوعود. إنها استقبال الفرح ووداع المعاناة والحرمان. الجنة موت المحرمات وموت الممنوعات. الجنة موت الملل، موت التعب، موت اليأس، موت الموت. في الجنة لن نفترق، ولن نخاف البعد ولا الموت ولا الظروف ولا السفر. في الجنة لن نغار ولن ننام ولن نتعب. في الجنة لا بكاء ولا جروح ولا دموع ولا ألم. في الجنة ستموت حصيلات الشيب وهالات العين وإجهاد السهر ودموع الحنين. في الجنة سنكون أجمل مما نحن فيه اليوم في الدنيا بكثير. في الجنة سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجنة سنرى الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم والمسلمين جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين آمين.